هنتكلم على الاتحاد المصري لصيد الاسماك. الاتحاد المصري لصيد الاسماك هو يهتم بصيد الاسماك والانديه ومراكز للشباب. دي اول حاجه، واحنا دخلنا مراكز الشباب السنه دي بس لاول مره عشان نوسع القاعده. اي واحد ممكن ان هو يخش مركز شباب، ومن الصعب ان هو يخش نادي. فالبطولات كانت بتتعمل طول عمرها لاعضاء الانديه، وكانت المسابقات اللي بتتعمل في البحر الاحمر كانت مسابقات طول عمرها، يعني هي مسابقات مكلفه، فمش اي حد بيقدر ان هو يشترك فيها. فاحنا قلنا هنوسع القاعده وهنسمح للفرق من مراكز الشباب انها تروح معانا في البطولات بتاعت البحر الاحمر. طيب سيبك من البطولات في البحر الاحمر، احنا عايزين نشاط هنا، نشاط هنا. احنا دلوقتي المنطقه بتاعتنا اللي هي المنطقه بتاعت شمال الجمهوريه، شمال الغرب، واخده من اول رشيد لغايه بعد مطروح. عايزين احنا نعمل نشاط هنا احنا مع بعض. مين هيعمل النشاط ده غير انتم؟ يعني الجماعات الكبيره ديت والمجموعه الحلوه قوي دي هي اللي تقدر تعمل معانا هذا النشاط. فكروا معانا، انتوا فكروا معانا. نعمل مسابقات فين؟ نعمل ندوات فين؟ حاجات نلم الشباب اللي هو اللي مش عارف يعمل ايه، اللي مش لاقي حتى يروح، يعني لما يقعد على قهوه احنا بنعلمه ازاي يصطاد سمك، ازاي بحته رؤوسه وشعر وصناره ويقعد يصطاد ان شاء الله، حتى يتسلى او يجيب حاجه يعني يروح بيها بيته. بالنسبه لمراكز الشباب، مراكز الشباب اللي يحبوا يخشوا الاتحاد اهلا وسهلا. المركز نفسه بيقدم طلب باسم رئيس الاتحاد وبيقول ان هو عايز يخش معانا. هم خفضوا من الاشتراك السنوي بالنسبه للمراكز. لو سمحت احمد معاك انا مش مركز معاك خلاص. ف دلوقتي الانديه اللي هي المؤسسه للاتحاد اللي هم معروفين، معروف اسكندريه نادي اليخت، نادي الصيد، كنا دخلنا قبل كده نادي سموحه وفرحنا بيه وبعدين ما كملش. نفسنا الانديه دي كلها تدخل وتبقى عندها فرق او الشركات او في انديه تبع مثلا بنك الاهلي، في نادي بتاع بنك الاهلي، في شركات كتيره جدا كانت بتعمل معانا بتخش معانا، الجمارك كان بيخش معانا، شركه النشا والخميره كان بيخش معانا. كان كل دولت بيخشوا وبيشتركوا معانا وبيحضروا معانا البطولات والكلام ده. عايزين نوسع الدايره، عايزين اللي يقدر يجيب لي شركه ويعمل فيها لجنه صيد ويسجلها اهلا وسهلا ويخش معانا في كل حاجه. وبعدين زي ما قلت مركز الشباب هي اقرب باب واسهل باب ان الناس تخش فيه. يعني النهارده اي واحد ممكن يروح اي مركز الشباب ويقول له يا جماعه والله انا عايز اعمل العربيه، هيخش. والمركز الشباب ده بياخد دعم من الدوله ووزاره الشباب بتصرف عليه.
ولما هو يبقى عامل فريق جوه هيسافر وهيروح وهيجي وهيشترك معانا في البطولات بتاعتنا. احنا عايزين بس ايه؟ هننظم مع بعض كده اهوت ان احنا هنعمل ندوات حاجه زي كده جميله جدا. كل واحد هيعرض الحاجه اللي هو عنده حاجات ليها وفاهمها، وكل واحد بيتعلم. يعني هو الصيد ده الواحد بيقدر يتعلم فيه طول عمره. يعني هو حاجه يا اما ده دلوقتي كمان كويس ان ايه، ان الواحد مثلا يخش على النت ويشوف حاجه. قبل كده ما كانش فيه حاجه زي كده، ما كانش فيه نت ولا كان فيه حاجه. فايه يعني دلوقتي بالتالي المجال بقى اوسع، لان الواحد يتعلم ويشوف خبره غيره، والجماعات اللي بتتكون دي يعني فرصه جميله جدا ان احنا نوسع ونعمل. دلوقتي بالنسبه لاي واحد عايز يشترك في الاتحاد، اي واحد عايز يشترك في الاتحاد ويبقى عضو في الاتحاد ويخش في مسابقات الاتحاد، سواء كانت المسابقات اللي هتتعمل في اسكندريه او في مطروح او في رشيد، لو هو مش عضو نادي بيدفع 90 جنيه، يجيب 3 صور وصورة البطاقة بتاعته. والمقر بتاع المنطقة الشمالية عندنا هو في نادي اليخت، في الأستاذ علاء هناك، كابتن علاء واقف في الريسبشن، هو دلوقتي نفسه إيه؟ المدير التنفيذي بتاع المنطقة، وبيديه له ويجيب له الكارنيه بتاعه ويجيب له تصريح صيد كمان. الثلاث صور دول عشان احنا بنبعت صورتين منهم عشان ايه؟ نستخرج تصريح الصيد بتاعه من اي حته. عايز نروح نصطاد في السنه حاجه نصطاد هنا، محدش يقول له ايه انت عرفت له الرخصه بتاعتك كده. ومعاه الكارنيه بتاع الاتحاد، يبقى ده عضو معانا في الاتحاد، بحيث ان احنا لو عملنا اي مسابقه، لو عملنا اي حاجه، هيبقى من حقه ان هو يخش معانا. وما يمكن معانا في القصه دي. اي اتفضل حضرتك. الوقت الاشتراك وقت محدد، الواحد يعمل فيه طلب ليه ميعاد معين ولا هو الاشتراكات بتبقى من اول شهر 7 اللي هي بدايه السنه الماليه لغايه اخر شهر 6. يعني بتاعت الكارنيه ان انت هتخش في اي بطوله هتتعمل من شهر 7 الى شهر 6 اللي بعد. اي اسئله؟ اتفضل. لا النادي اليخت ده ما هو الا المكتب بتاعنا اللي احنا بناخد منك الطلب فيه بس، اللي هو مقر المنطقه الشماليه. الاتحاد هو نادي اليخت بس كده. احنا بناخد منك الحاجه هناك، ده الاستاذ علاء بنجمعها كلها وبنبعتهم للقاهره، وهم في القاهره بيطلعوا لنا التصاريح والكارنيه بتاعنا. اعضاء الانديه بقى اللي هي الناس اللي في الانديه كلهم، يعني انا طول عمري بدفع لهم 50 جنيه وباخد كارنيه الاتحاد فقط، ما باخدش تصريح صيد. يعني اعضاء الانديه 50 جنيه من غير تصريح الصيد. لكن بالنسبه لاي واحد عايز، احنا فاتحينها للجميع. انا عايز كل الناس تيجي معايا. يعني انا عايز كل الناس يبقى معاها كارنيه. عايز اقول يا جماعه احنا ايه رايكم لو نعمل مسابقه يوم كذا في الحته الفلانيه، الاقي كل الناس داخله وكل الناس معاها كارنيه عشان تخش معايا. اتفضل. انا كنت قبل كده عملت جروب عندي اعلان لنفس الموضوع. ايوه. في ناس سالتني سؤال، ايه هي الانديه اللي يعني ممكن يعني معتمده عند حضرتك غير نادي الصيد ونادي اليخت؟ في ناس بتقول لي اكاسيا ينفع؟ لا عايزين نوضح للناس برضه. لا خد بالك حضرتك ايه؟ الانديه اللي احنا بنقول عليها اللي هي نادي الصيد ونادي اليخت دي انديه مؤسسه
اول ما اتعمل الاتحاد دي انديه مؤسسه. فاهم حضرتك؟ دي انديه هي اللي اسست الاتحاد. وهي نعم. في انديه ثانيه؟ في انديه ثانيه طبعا بس مش في اسكندريه. في نادي الجمارك معانا. مركز الشباب الانفوشي معانا. والكشافه البحريه معانا. صح؟ نعم. مركز شباب سموحه معانا. ولا ده انا ان شاء الله هدخل كل مراكز الشباب. يعني ان شاء الله. طبعا الجيش. سموحه. اتفضل. مش ممكن واحد مثلا يخش بصفه شخصيه في المسابقات بتاعت الاتحاد الدولي؟ يعني انا مثلا عايز اقدم في عمل اطلع بصفه شخصيه عن نفسي بدون عن اي نادي، اطلع مسابقه واطلع اشارك فيها وابقى حر، مش معتمد اي نادي او اي مركز شباب، ابقى بصفه شخصيه لوحدي. شوف حضرتك المسابقات، انت قصدك على مسابقات البحر الاحمر؟ اي مسابقه عامه انت قصدك على مسابقات البحر الاحمر يعني؟ اي مسابقه كانت بحر احمر مفيش غيرها. البحر الاحمر يعني هو عندنا احنا ايه؟ في مسابقات البحر الابيض بتاعتنا اللي هي واحده بتتعمل في نادي الصيد وواحده بتتعمل في نادي الاهلي. وفي البطولات بتاعتنا بقى اللي هي بطوله الكاس الجمهوريه وبطوله الجمهوريه يعني بطولات كتير قوي بتتعمل في البحر الاحمر. تمام؟ اي مجموعه عايزه تشترك في المسابقه ديت، روح بلغ انت، قول ان احنا مثلا 5 انفار 6 انفار وعايزين نشترك في هذه البطوله، بس انت سجل تحت اي مسمى بقى. فهو اسهل حاجه هي مركز الشباب يعني شباب. نعم. انا لوحدي. لا لوحدك مش هينفع. ما هو اصل اي واحد مننا عشان يمارس الرياضه دهيت ويبتدي يشترك في البطولات لازم يكون معاه فريق. ما فيش واحد لوحده، لانها دي مسابقات فرق. يعني المسابقه كل مسابقه بيبقى فريق. الفريق ده هو مكون مثلا من 6 افراد. فلازم معروف ان في فريق ليه كيان فريق معين. لا مفيش افراد عندنا. افراد ديت بقى الحاجات اللي احنا هنبتدي نعملها عندنا هنا في اسكندريه. يعني احنا هنعمل احنا بطولات للتسقيط، هناخد الناس ويطلعوا في مراكب. وده احنا لسه كنا بندرسها مع ست عقيل ومع رئيس سامح والمدرس يعني معاهم الانشاء. فكنا احنا لسه بندرس الموضوع ده. بس برضك مفيش واحد هينزل في المسابقات دهيت غير لما يكون مشترك الاول ومعاه كارنيه. لان هذه المسابقات هتبقى تحت رعايه الاتحاد المصري لسبق الاسكان.